بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بنات البلد. برحب بكل الناس اللي بتشوفنا وكل اللي بيتابعونا من كل مكان. اهلا بيك يا سالي. اهلا بيك يا مروه، واهلا بكل الناس اللي شايفانا وسامعانا في كل حته في الدنيا. النهارده عندنا موضوع مهم جدا جدا وهو المرأة في المجتمع المصري. طبعا في ناس كتيره في اوقات كتيره بتقلل من قدر المرأة في المجتمع، انما اللي احنا عايزين نلفت النظر ليه النهارده ان المرأة مش نص المجتمع بس، المرأة هي كل المجتمع، هي الأم وهي اللي بتنشئ وهي اللي بتربي وهي اللي بتبث القيم. النهارده هنستضيف دكتورة علم اجتماع هتكلمنا النهارده على المرأة ودورها في المجتمع بشكل إيجابي، وإيه اللي ممكن تقدمه المرأة للمجتمع، وإيه دور المجتمع في مساندة المرأة في مواجهة التحديات في الوقت الحالي. ايه رايك يا سالي؟ طبعا يا مروه معاكي حق، المراه يعني هي ليها دور كبير جدا في المجتمع العربي والمصري طبعا بالتحديد، لانها هي فعلا زي ما قلتي هي اللي بتلبس الولاد وهي اللي بتعمل الاكل وهي اللي بتشتغل كمان فوق كل ده ساعات، خاصه المراه العامله يا جماعه ليها دور كبير قوي في المجتمع. يعني فاحنا النهارده معانا ضيفه الحلقه استاذ عزه، دكتوره عزه هتكلمنا اكتر عن حقوق المراه، وكمان المشكله ان المراه في وسط الزحمه اللي هي فيها دي ساعات بتنسى نفسها للاسف وبتهمل ده، وده بيسبب لها ضغط كبير قوي نفسي وعصبي ومجهود ذهني وحاجات كتيره قوي، وبتهمل نفسها للاسف وبتلاقي نفسها في دوامه كبيره قوي من الضغط النفسي والعصبي. فمن اهم الحاجات اللي ممكن ان المراه تهتم بيها بنفسها الرياضه مثلا. ما بتلعبش رياضه، والرياضه دي لها دور كبير قوي يا مروه، وعلى النفسي بالظبط بتخرج الضغط النفسي وبتشيل التوتر وبتشيل يعني حاجات كتيره قوي ليها دور كبير قوي. كمان هيكون معانا بطل كمال الاجسام كابتن خالد المصري هيكلمنا عن الرياضه واهميتها في حياتنا كلنا. تابعونا بعد الفاصل. مش كلنا بنتولد ابطال، بس لو انت جواك حلم وعايز تبقى بطل تقدر تتحدى نفسك وتوصل مهما كان. معانا النهارده ضيف حلقتنا كابتن خالد المصري. مرحب بيك يا كابتن. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. في البدايه يعني السؤال الشهير اللي عايزه اساله لك، وصلت لكده ازاي؟ هو انا بتمرن اصلا بقالي 10 سنين. بدايتي في التمرين طبعا كان اتجاه اصلا كيك بوكس، وبقيت دلوقتي يعني حابب ان انا العب كمال اجسام. ف كلها محفزات بتبقى مثلا من الاول الاسره وبعد كده الاصحاب وكباتن بتشوف الواحد بتحفزه. انا كنت اصلا لعبتي كيك بوكس كانت محتاجه تقويه وكده. طيب ممكن اعرف منك انت بدات بقالك الفتره اللي قعدت فيها لحد ما وصلت للمرحله دي، يعني بقالك كام سنه مثلا؟ هي 10 سنين بدايه 10 سنين. 10 سنين وتقدر يعني اتمرنت، كنت بتتمرن بقى كل يوم ولا كل اسبوع ولا؟ عايزين برضه نعرف. هي تمرين اساسا الصحي والمتاح للعضله 5 ايام ويومين راحه، لان زي ما العضله بتحتاج لمجهود بتحتاج برضه راحه. يعني 5 ايام في الاسبوع ويومين بتاخدهم راحه. ممكن 5 ايام دول متواصلين ولا بيبقوا منفصلين؟ لا بيبقوا متواصلين. ممكن مثلا تفصلي يوم، بس هو يعني متاح يوم متواصلين. طيب يا كابتن عايزه اقول لك برضو، يعني لو واحد في بدايه تمرينه تنصحه ان هو ايه الحاجات الغذائيه اللي ممكن ياخدها من غير طبعا بقى ولا هرمونات ولا الحاجات اللي بياخدوها دي، يعني هو عايز يعني يسحب الدهون من جسمه ويبقى فعلا اللي موجود في جسمه ده عضلات. التغذيه السليمه اللي هي البروتينات، نسب بروتينات متاحه والكربوهيدرات والسعرات الحراريه، ده كله نسب بتتقسم مع بعضها وبتخش على العضله بتظبط معاها مع التمرين. بس النسب دي بتحدد مع طبيعه كل جسم. الجسم النحيف بيحتاج لتغذيه اعلى عن الجسم السمين. وتاني حاجه البروتينات بتبقى في بروتين نباتي وفي بروتين حيواني، مش كل برضه كل ده له كل حاجه لها فايدتها. تمام. التغذيه بيبقى مثلا بيبدا تمرين على حسب جسمه. النحيف اللي قوي بيبتدي ان هو يرفع جسمه مع تمرين. طب معلش بعد اذن حضرتك، النحيف القوي اللي هو وزنه قد ايه؟ ما احنا عايزين نقول برضه ايه نحدد. تحت ال60 يعني ممكن يبقى 50 كيلو. ايوه. واقل كمان. لحد كام بقى ده يعتبر نحيف؟
النحيف حسب طول جسمه بيقاس النحافة. يعني ممكن تلاقي واحد 180 سم طول، فما يبقاش وزنه 60، لازم يبقى وزنه على الاقل خالص 80 مع طول جسمه. ايوه. لو اقل من كده 20 كيلو يبقى نحيف جدا. تمام. تنصح الست او البنت اللي هي بتشتغل يعني ان هي يعني بتخرج وبتطلع بره البيت على طول في طول النهار مثلا، انها تتمرن امتى؟ ايه الوقت المناسب فعلا؟ وايه الحاجات اللي ممكن تاخدها بحيث ان هي ما تتخنهاش، تخلي جسمها مناسب ومشدود ومناسب يعني منسق، ما يكونش فيه اي دهون؟ تنصحها انها تتمرن امتى او كم يوم في الاسبوع بالتحديد؟ البنات معدل الحرق عندهم اعلى من الرجاله، لان هي بتعتمد على الحركه دايما، وعندهم هرمون البروستيجين بيعدل ما عندهم، فاتح للشهيه بطريقه غبيه. يعني لو عندها مثلا حاجه عاطفيه او عندها مشكله نفسيه بتعلي عندها الشهيه. أيوة. لو عندها موضوع عندها مبسوطه او عندها حاجه مثلا مؤهلاها ان هي تبقى كويسه نفسيا، بتلاقي نسبه الحرق عندها عاليه، فبتستغل الحته دي. برضو نسبه قله الحرق دي بتستغلها ان هي تبعد عن الاكل او تصد نفسها عن الاكل. دي بالنسبه للبنت. تاني حاجه هي ممكن تستغل الشغل نفسه للتمرين، لان البنات مش ضروري انها تعمل عضلات او كده، بتركز على شكل الجسم. مظبوط فعلا. يعني احنا عايزين بصراحه عايزه اسال حضرتك سؤال مهم جدا، ازاي يعني احنا بنشوف الموديلز الاجانب والسكس باكس ما فيش بطن خالص، الجسم مشدود تماما، فازاي نوصل للمرحله دي بالنسبه لنا احنا كمجتمع مصري او عربي؟ في حاجه في مفهوم خاطئ جدا عند المصريين هنا او الشعب عامه، ان شرب الميه الكتير بالنسبه لشرب الميه الساقعه بالذات بتقلل نسبه الدهون المتراكمه بالذات في المنطقه. يعني عندك في الكرش اللي هو بيبقى عنده كميه دهون متراكمه على بطنه دي، ده حلها سهل جدا انها تشرب منسوب ميه كبير جدا، وتعتمد كمان على الجنزبيل والشاي الاخضر، لانه بيحرق معاهم جامد. طيب يعني انا عايزه اسالك، يعني الميه الساقعه دي مفيده؟ يعني احنا بنشرب طبعا الميه الساقعه مفيده جدا، بس مع ان الشائع ان المفروض الميه السخنه هي اللي بتحرق. لا لو جيت للعلم الصح الحاجه السخنه بتطري، حاجه الساقعه بتعمل انكماش. طيب ما هو في ناس بتاخد الصبح على الريق كده كوبايه ميه سخنه مع ليمونه، ده صح ولا غلط؟ في ناس بتعمل كده بيضيع طعم، يعني بيخلي قابليتك لشرب الميه احسن، ويبقى يعني قابليتك لشرب الميه ممكن تشرب كميات بس مش اكتر، لكن هو الفايده كلها في الميه الساقعه. كميات كبيره بتخلي فم المعده يبقى قليل وقابليتك للاكل قليله. دي معلومه كويسه جدا على فكره، يعني ان الميه الساقعه احنا المفروض الشائع الميه السخنه هي اي حاجه سخنه بتضطر الجسم او بتضطر المكان اللي هي بتنزل فيه. اما الساقعه دايما بتعمل عمليه انكماش بكترتها، بتصد معاك جامد، بتصد النفس يعني عن الاكل، يعني بتصد الشهيه بتصد معاك. وفي نفس الوقت الميه دايما طول ما الميه متوفره في البطن بتشد البطن. تاني حاجه في حاجه كويسه قوي للحوامل اللي هم لسه والدين، مش ضروري يعملوا مجهود، ممكن تبقى هي واقفه في المطبخ. للحامل انا معلش بعد اذن حضرتك، يعني انا عايزه برضو للحامل ازاي تعمل ايه، وللي لسه والده تعمل ايه، يعني معلش خليها منفصله. هي الحامل ديت في بدايه حملها خطر عندها، لكن هي ممكن قبل الولاده او مثلا في السادس بتعمل تمارين اللي هي بتؤهلها للولاده، لان الحاجات اللي هي بتعملها تمارين الحوض والحاجات دي مهمه جدا ليها. اما غير كده بيبقى خطر شويه، لكن هي ممكن تتمرن ساعد، كتف، بنش، حاجات اجهزه خفيفه. احنا بنشوف ده في الاجانب، يعني دايما الاجانب بيتمرنوا فعلا وهي بتبقى حامل، وفي الشهر التاسع كمان وبتلعب رياضه عادي جدا، في الشهر التاسع ده كل تمارينها متركزه على الحوض، كل التمارين. طيب وبعد الولاده خاصه القيصريه، القيصريه بتعتمد على البطن ان هي ازاي تشد البطن. أيوة. ممكن لو هي مثلا معلش في المطبخ عندها تمرين جميل جدا، يعني ممكن تاخد نفس عميق
كده وتقفل وتطلع نفسها تدريجيا بسيط جدا. تمام. هتقفل نفسها وتفضل قافله عليه، هتلاقي بطنها واحده واحده يا كابتن يعني تاخد نفس تقفله لا تمرين يعني جميل تخرج جدا. مره واحده. طب يا جماعه دي تمام. معلومه حلوه جدا، يعني احنا ناخد نفس لجوه كده ونخرج واحده حوالي واحده ان انت تشدي بطنك وتقفي ثابته عليها. ده شد البطن، تاخدي النفس بشد بطن وتفضلي ماسكه عليها. بتطلعي النفس تدريجيا لمده ساعه. ده بس العمليه دي مده ساعه لو هي واقفه في المطبخ يعني. الوالده قيصري ولا ممكن اي واحده تستخدمها عادي؟ اي واحده عندها منطقه البطن. ده الكلام ده بس بالنسبه للقيصري بتبقى بطنها. انا عايزه برضه اسال حضرتك، يعني ده الكلام ده مقتصر بس عن البنات او الست ولا للكل؟ شد البطن للكل. تمام. بس انا بتكلم ان هي مش هتعرف تعمل الحركه اللي هم يعني تمرين الانطواء اللي هو اتفضل. انا اسف. قصدي ان هي القيصري فاتحه بطنها، فمش هينفع تقوم وتقعد تعمل تمارين. فانا بقول يعني على قد ما تقدر في تمرين ليها اللي هو تاخد نفسها وتشد بطنها وتفضل تطلع نفس بمنسوب تدريجي لمده ساعه. فاهماني؟ لغايه ما ترجع لحالتها الطبيعيه تبدا تلعب مع البطن. وفي نفس الوقت التمرين ده بيفيدك جدا. تمرين احماء وتمرين كويس جدا لشد البطن. طب في ناس مع الرياضه بيبدا يحصل لها دوخه وتعب واجهاد، تنصحها بايه قبل يعني تشرب ايه او تاكل ايه قبل ما تتمرن؟ وبرده بعد التمرين حاجه كده على السريعه، يعني اللي هي لسه بقى مش هتجهزها او تعملها، يعني عايزه حاجه على السريعه بحيث ان موضوع الدوخه اللي بيحصل ده في وقت التمرين بقى مشكله فعلا عند ناس كتير على فكره. هو الحاجات دي يعني التغذيه السليمه مفيش احسن منها. لا عايزين حاجه، انا قصدي عايزين حاجه يعني الوجبات السريعه قصدك؟ لا عايزين مش الوجبات السريعه، عايزين حاجه ان هي تاكلها او تشربها حاجه تكون سريعه، يعني ان هي تعملها عشان ما يحصلش لا قدر الله هبوط او اغماء او حاجه زي كده وهي بتتمرن. بتركز على السكريات والحاجات هي تبع يعني طبيعه جسمها دايما هي بتحدد الحاجات. ضغط الدم ولو واطي، ضغط الدم لو عالي، بتاخد حاجات تغذيه بتظبط مع الحاجات دي. بالنسبه للهمبرجر والحاجات دي تبعد عنها تماما. هي كل المحفزات عندها تركز على الكربوهيدرات عالي قوي والسعرات الحراريه فيها حاجات سعرات حراريه. البروتينات تبعد عن صفار البيض، دايما تاخد البياض البيض بس. الحاجات دي لو هي مثلا وقتها مسعفه قوي ومش عارفه توصل للاكل والكلام ده، عندك ممكن اللي هي تاخد مثلا فواكه، حاجات من دي. الفواكه على فكره على البطن، في البطن لوحدها بتحرق معاك اكيد يا كابتن. الفواكه والخضروات دي اهم حاجه معروفه، يعني ان هي كل الحاجات الملونه في الفواكه او الخضروات معروفه ان هي فعلا صح. بنشكرك جدا يا كابتن. ومعانا فقره ثانيه مع زميلتي مروه والدكتوره عزه هتكلمنا اكتر عن حقوق المراه. انتظرونا.